نقول منخاوزن في اشياء برضه لازم تحطها في بالك اللي هو اول واحد مليون قريب اللي هو الانتهاء. طبعا هذه ايضا رقم وضوح الهدف من التشخيصات اللي ما حد ممكن يقول لك تعويض طبي اجازه الى اخره. التشخيصات الاخرى ان يكون اضطراب الشخصيه الحديه ايضا بوردر لاين زي ما نعرف كمانيفست طيب ممكن تطلع منه اي حاجه بسبب الاندفاعيه او الميزه الاندفاعيه في الشخص. وبالإضافة إلى محاولات الانتحار المتكررة فيها أو محاولات إيذاء النفس بشكل أو بالإضافة إلى أنه يحب أن يعيش في كرايسيس طول الوقت في أزمات. سايكوثيرابي في البوست تروماتيك حاجة هنا ممكن تسميها مانشاوزن بيست يعني حاجة جدا متخصصة وليس الجنرال كوجنيتيف لسبب بسيط جدا مهما حاولت انك تعرف الافكار distorted thoughts او الافكار المشوهة تجد صعوبة في انك تصل لها. ليه؟ عشان كده محتاج للسايكو اناليتكس صعب جدا جدا حتى مستوى اللي يسمونه يعني الهدف حقه ما تعرف هل مستوى اولي طبعا لا هل هو ثانوي او في الدرجه الثالثه ما تعرف. طيب العلاج الدوائي متى يجي؟ طبعا في علاج اسري انه كيفيه عدم تدعيم السلوك المرضي لدى المصاب تعطي توصيات الاسره انه بيطلب الذي اوكي احنا بنوديك بس بكره الصباح مثلا او بنوديك بس مو لهذا الطبيب نوديك المستشفى فلان تأجل هذا بعد تأكيد التشخيص طبعا وبعد أخذ التوصيات من السايكولوجيست إنه كيف الأسرة تتعامل معها. واحدة منهم السايكوثيرابيست لازم يعلم الأسرة كيف تتعامل معها. العلاج الدوائي فقط في حالات قليلة جدا لكن لما يكون تشخيص مصاحب أو اضطرابات في الشخصية تكون شديدة. طيب شنو المآل؟ هنا في عندهم صعوبة في تتبع الحالات بسبب هروب المرضى أو وضعية تحت رقابة الكاميرات. فعلا من الأفضل إنك تنوم معاه ولكن طبعا حتلاحظ إنه لما تنوم الطفل في مكان تقول له خلاص أنا بحط عليه مثلا تمريض 24 ساعة 1 to 1 ومو محتاج للأم هو أصلا في غيبوبة الولد فيقول لك لا مستحيل لازم أعمل مستحيل. طيب في مكان لا يمكن مثل في الانفكشن كنترول واحد في الاي سي ولا في البيرنيوم طبعا غير مسموح بالمرافقة يقول لك لا أنا راضي معه حتى في الأماكن المستحيل المرافقة فيها. في الغالب يظهر في المقاطع تغيير للأدوية، محاولات خنق، حقن لبول أو أجزاء من البراز في المغذي أو في الجسم مباشرة أو في الدم. طيب طبعا هذه في فيلم من زمان هم ممثلين اسمه هيكمنخاوزن برضه كانت الأم شو تسوي؟ دائما الطفل هذه بشكل متكرر عنده فيفر والأطباء تعبوا فعلا. في الأخير اكتشفوا أن الأم قاعدة تحقن كانت تخلط البراز تخليها شكل سهل وبعد كده تحقنها في الدم حق الميت. فكان الطفل طبعا يجي له إنتاج دموي بشكل متكرر يعني الفلانية. طيب يرفض التواصل معه، يرفض إنه يتعرف فعليا على الأعضاء. وهذه واحدة من إثباتات إنه مانخاوزن إن الهدف حق الجراتيفيكيشن الوحيد هو الحصول على جلب انتباه وتعاطف الآخرين. طيب حتى ولو لم يقابلهم ولو شاف الأطباء بنفسه ويطلب عمليات طبعا هذا بيزيد بعد ما تتشكل الصورة لا زالت طبعا لم يصنف الاضطراب وما في أحد لحد الآن ممكن يقول إنه اضطراب مستقل بنفسه لسه قاعد يتشكل. لكن هذه لو
بعد كده فيلدمان فعلا ثبتت نظريه لمارك فيلدمان وسموه الاضطراب. رسميا حيزيد التعقيد مع المنخاوزن لانه بيصبح حتى تحقيق الهدف او شنو الغايه من المنخاوزن سندروم حتتعقد اكثر واكثر، لانه لا يحصل على جراتيفيكيشن الا من الواتساب مثلا، الا من تويتر، الا من الفيسبوك، لان عرض حالتي كمجهول. هذه بيزيد الحاله تعقيدا للمنخاوزن. شكرا.